معلش بقى، اللي ما كلش القلقاس بالطريقه ديت يبقى عمره ما كل قلقاس. ده بقى قلقاس جدتي وجدتك وامهاتنا اللي احنا طالعين عليه. حاجه كده طعمها خطير، بترجعنا كده لايام زمان، وبيتعمل بطريقه سهله جدا وبسيطه ومن غير اي تعقيدات. وكمان هقول لكم ازاي نفرزه ويفضل معاكي سنه واكتر محتفظ بلونه وطعمه. تعالوا بقى اقول لكم عملنا العظمه دي ازاي. اول حاجه انا جبت القلقاس بتاعي. اهم حاجه تكون الراس بتاعتها محمره بالشكل ده، وتكون مدوره وما تكونش فيها حفر، ويكون فيها بذور كده من فوق. البذور دي يا بنات كده، دي كده بتعرفك ان هي هتبقى مستويه وطريه معاكي وطعمها مسكر. اهم حاجه انا غسلتهم، انا لازم اغسلهم الاول وانشفهم كويس جدا. وهنا جبت بقى فوطه اخليها انا امسح بيها مكان ما انا شغاله، والفوطه التانية عشان خاطر اللي اقطعه احطه عليها. بصوا، اول حاجه شلت الراس، وبعدين نيمتها على الجنب اللي انا قطعته بالشكل ده، وقفتها عليه وابتدي اقطع بالشكل دوت. بصوا، اسهل طريقه ومش هتتعب ايديكي. لو حتى القلقاسيه اللي معاكي ديت 2 كيلو هتبقى سهله برضو في تقطيعها. دول يا بنات القلقاستين يعني في حدود كيلو ونص. انا كنت جايبه واحده تالته، بس دي انا قطعتها الاول عشان هعملها معاكم برضو. بصوا تتقطع بكل سهوله ازاي. وبعد كده بنشيل بقى الطرف كده بتاعها، ونشيل بقى اي حاجه كده مش عجبانه فيها بالشكل ده. وبعد ما اخلصها انشفها بقى كويس قوي. انا كده خلصتها اهو، بنشفها كويس قوي. وبعد كده انضف مكاني واجي اعمل معاكم التانية. اهو بنشيل الراس بتاعتها ونوقفها على مكان الراس، واقطعها بالشكل ده. بصوا مفيش اسهل من كده. انا كده خلصتها، انشفها برضو وامسحها كويس، وامسح السكينة مكان التقشير، وابتدي بقى اقطعها. بصوا، صدقوني يا بنات سهلة جدا، وكل ما بيكون حجمها صغير بتبقى اسهل كمان. قطعتها شرايح بالشكل ده، وابتدي اقطعها صوابع زي كده، وبعدين بقى اعملها كيوبس او مكعبات صغيرة كبيرة. يعني لو صغيرة هتتهري منك، لكن الكبيرة بتبقى حلوة وبتفضل معاكي لغاية ما تخلصي اخر معلقة فيها، بتبقى محتفظة كده بشكلها بالشكل ده كده. واللي اقطعه احطه بقى على الفوطة النضيفة اللي انا مخلياها للتقطيع. او بالشكل ده كده. طريقة التقطيع دي براحتك، يعني لو حابة تقطعيها على ايدك قطعيها، يعني انا في معظم الوقت انا بقطعها على ايديا. الاسهل ليكي اعمليه. اكمل بقى تقطيع وارجع لكم تاني. انا كده خلصت كله، انشفه بقى كويس قوي. ما تبلهوش خالص يا بنات، ما بيتغسلش القلقاس، ما بيتغسلش. اجيب بقى كيس تلاجة واحط فيه كل وحدايه لوحدها، يعني ما تحطوش 2 على بعض يا بنات، لان كل واحده ليها طريقه سوا غير التانية، عشان ما تبقاش معاكم واحده وواحده. انا كده عملت الاولانيه وادي التانية. بنشفها برضو كويس قوي، واحطها في كيس واطلع كده الهوا منه، واخليها على جنب. هنا بقى جبت السلق. السلق يا بنات انا باخد الورق من العروق بالشكل ده، ما بقطعش العروق معاها، وبغسلهم طبعا كويس جدا. دول حزمتين سلق وحزمة كزبرة.
على كيلو ونص القلقاس، يعني ده كيلو ونص. اقسمهم بقى على الكيسين بالشكل ده كده، واطلع الهوا برضو حلو قوي، واربطه من فوق، وهيفضل معاكي اخضر وزي الفل زي ما هو. لو قعد معاكي سنة هيبقى بنفس الشكل ده. بتطلعيه بتكسريه وبتعمليه على طول. بصوا بقى، هنا انا كنت مجهزة قلقاسية تاني لوحدها والسلق بتاعها. القلقاسية كانت حوالي كيلو. انا كنت عاملة يعني حزمتين سلق برضو، حزمة كزبرة، بس مش هحطهم كلهم. اول حاجة انا جبت الطاسة بتاعتي وحطيت السلق زي ما هو كده، ما قطعتوش ولا اي حاجة، ما عملتش فيه حاجة. ده بقى يعني ايه اسهل طريقة هتعمليه بيها. هحط عليه معلقتين كده حلوين من السمنة. معلش بقى اللي مش حابب السمنة، بس الاكلة دي لازم السمنة. معلقتين حلوين من السمنة البلدي، واخليهم على نار هادية شوية لغاية ما يدبل معانا. وهنا انا كنت عاملة شوربة لحمة، انا كانت عندي شوربة لحمة هعمل فيه القلقاس. اول ما غليت كده الشوربة انزل بالقلقاس بتاعي اهو، مش غسلاه ولا اي حاجة يا بنات، انا منشفاه بس ومسحاه كويس جدا. وهنزل بعصير كده نص ليمونة صغيرة علشان خاطر تخلي لونه يفضل ابيض. وبرده اللي احنا خزناه لما تيجي تعمليه اديله عصرة ليمونة. شايفين السلق هبط بقى معانا ازاي؟ نفضل بقى كده نقلب فيه، ما نسيبهوش عشان ما يتحرقش مننا. بصوا هيشرب دلوقتي السمنة بتاعته، وهتلاقيه كده ايه، هتفضلي تقلبي لغايه لما يخشول معاكي كده، يغمق ويخشول، بس خلي بالكم ما يتحرقش، يعني في درجه كده ما بينهم. بصوا اول ما تلاقيه خشول معاكي كده بالشكل ده، تطلعيه على طول وناخده على الهون ندقه زي ايام زمان كده. ده يا بنات بيتدق بالهون. عايزه بقى حبه تضربيه في الخلاط بشويه شوربه براحتك، حبه تعمليه بالهاند بلندر براحتك. في نفس الطاسه كده حطيت معلقه من السمنه صغيره مش كبيره، وحطيت عليهم معلقه من الثوم ورشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه كزبره. بس كده، مش هحط له اي حاجه تاني. هقلبه كده لغايه بس ما يطلع ريحته كده ويصفر معانا، يبقى اللون ذهبي ذهبي فاتح يا بنات، عشان ما نغمقش القلقاس. واول ما يبقى لونه ذهبي بالشكل ده، انزل بقى على القلقاس بتاعي قبل ما احط السلق اهو بالشكل ده. وانا هنا كنت دقيت السلق بتاعي وهو سخن، لو برد مش هيتدق معاكي حلو، وهو سخن بيتدق بسهوله وبسرعه. بصوا هنا انا اتاكدت ان خلاص القلقاس استوى وبقى خطير. شايفين استوى ازاي؟ انزل بقى بالسلق، انزلي بمعلقه بمعلقه لغايه ما يجيب اللون اللي انت حباه. بصوا انا كده حطيت اول معلقه، وحسيت ان هو عايزه تاني، عايزه يغمق اكتر، حطيت له معلقه تاني. والباقي يا بنات بيتشال عادي في الفريزر وبيطلع يتحط برضو على القلقاس. هي شايفين لونه تحفه خطير يا بنات؟ شايفين؟ وريحته بقى، عارفين انتوا بتفكركوا كده بريحه ايام زمان، ريحه اللي جداتنا كانوا بيعملوه. شايفين؟ خطير يا بنات، اعملوه هيعجبكم جدا وهيعجب ولادكم. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، ويا رب يكون عجبكم، وبألف هنا.